أهلا بيك. قضيت فترة طويلة من حياتي بحاول أصلي ومش عارف، ولما كنت بصلي ما كنتش بحس بحاجة، وده لأني اتعلمت إن لازم أصلي، بس محدش عرفني إزاي أحس بخشوع أو باتصال مع ربنا وأنا جوه الصلاة. معظمنا كبر على كده واتقال لنا إن ده الصح، فكملنا حتى ومفيش إحساس. سمعت عن الخشوع بس معرفتش أحسه، وجربت وحاولت، وللأسف مفيش حاجة كانت بتتغير. ومع ذلك مش عايز أوقف ولا عايز أحس إني مقصر، وفي نفس الوقت جودة الصلاة مش بتتحسن. لحد ما تعمقت شوية وسألت نفسي، هو أنا بصلي عشان لازم أصلي؟ ولا عشان أنا فعلا عايز أتواصل مع ربنا وأحس بقربه ليا؟ طب هو أنا بصلي عشان أبقى عملت اللي عليا ومحسش بالذنب؟ ولا هصلي عشان محتاج أقعد وأحس وآخد وقتي وأخلص وأنا حالتي كلها متغيرة؟ وهنا فهمت إن في فرق كبير جدا بين الصلاة على إنها تواصل، وبين الصلاة وإنها تكون واجب. الصلاة مش مجرد حركات وكلمات اتعودت عليهم. الصلاة بتحتاج تحضير ونية وحضور. دايما كنت ببقى مستعجل، وكنت بستغرب ليه مش بحس بحاجة. الصلاة بتدخلك في حالة تواصل بين القلب وبين المصدر اللي هو ربنا، وده لما بيحصل الوقت والزمن بيقفوا ومش بتحس بيهم. لما الخشوع بيحصل عادي جدا تلاقي إن صلاتك خدت منك وقت أطول ومن غير ما تحس، وده حقيقي، لأنك لما بتندمج في أي حاجة وبتكون مركز فيها الوقت بتلاقيه جري بسرعة. وده ممكن يحصل في كل حاجة انت بتعملها بمتعة، ومنهم الصلاة. فبقيت قبل ما أصلي بحط نفسي في حالة هدوء، وبحس بنفسي وهو داخل وهو خارج، وبفصل نفسي عن زحمة الأفكار. وطبعا بحط نية قبل ما أبدأ بإن هنا عشان عايز أتواصل مع ربنا وأحس بنوره مالي قلبي. وأنا في الصلاة بشكر وبطلب وبتكلم، وساعات بسكت واستمتع بالسكون. الصلاة مش نص محفوظ، الصلاة لقاء بتخلي القلب يلين والنفس تصفى والعقل يهدى. ممكن تجرب، زي ما بدأت أحس أنت كمان تقدر. كان مهم بالنسبة لي أشاركك تجربتي، والهدف هو إني أعرفك إن أنت مفيش عندك مشكلة. أنت بس محتاج تسيب نفسك وما تتسرعش، وما يبقاش هدفك إنك تخلص بسرعة، لحد ما هتخرج من الصلاة في يوم حاسس بهدوء ونور وطاقة. ولما تخرج زي ما دخلت يبقى هتجرب المرة اللي بعدها تاني. بس افتكر دايما إن الصلاة مش واجب ولا اختبار طاعة. الصلاة درع يخليك تمشي في حياتك وانت محمي وعارف إنك مش لوحدك. وربنا بينور قلبك بعد كل صلاة مبنية على صدق. دلوقتي قبل ما تبدأ صلاتك اتنفس بعمق وبطء، وفكر نفسك إنك بتصلي عشان محتاج فوايد الصلاة في حياتك، عشان تقدر تكمل وتكون على اتصال دائم، مش بس إنك خايف إنك ما تصليش. دلوقتي ما تنساش تعيش يومك وإنت بتتنفس وبتضحك، وافتكر إن وسط كل الأصوات في صوت واحد.